سنة 2006 نزل مواطن سعودي لمصر عشان يزور مصر سياحة واستجمام، وفي مصر اتعرف على ست اسمها أمنية وعجبته، كان هيمان بيها جدا واتكلم معاها وعرف ظروفها واتطورت العلاقة بينهم، وعرفته ان ربنا ما رزقهاش بأولاد من جوزها الأولاني، والموضوع ده كان عامل لها حزن جامد في حياتها. ووافق الراجل السعودي بظروفها وعرض عليها الجواز وانها هتسافر معاه السعودية، ووافقت أمنية على طلبه واتجوزوا بسرعة وسافرت معاه عشان تعيش في السعودية. ولما وصلت أمنية السعودية عاشت مع جوزها السعودي في مدينة اسمها القريات في شمال المملكة العربية السعودية، وربنا رزقهم بطفل سموه عماد. وبعد مرور فترة وبالتحديد في سنة 2008 اتدهورت الأحوال المادية لجوزها وبدأت الديون تزيد عليه، فبدأت أمنية إنها تفكر في حاجة تجيب منها فلوس، ففكرت إنها تشتغل في السحر والشعوذة. وفي يوم طلبت أمنية من جوزها إنه يحضر لها مجموعة من الكتب في أسرع وقت، واتضح انها كتب سحر وعلاج روحاني، وكان هدفها انها تتعلم السحر والشعوذة عشان تعالج الناس بمقابل مادي. وفعلا اتعلمت السحر والشعوذة على ايد ساحر محترف، وخلت جوزها ينشر الخبر بين اهله واصدقائه عشان تعرفهم انها بتقدر تعالج اي شخص من اي مرض مهما كانت صعوبته. وفي البداية عالجت أمنية ناس كتير من اهل جوزها ومعارفها بالسحر، وبعد كده بدأت تشتغل في مناطق كتير في السعودية. كمان كانت بتشتغل في تغسيل الأموات من غير أي مقابل مادي، وكانت لما بتتسأل بتقول إن العمل اللي بتعمله ده لوجه الله، بشرط إنها تكون لوحدها جوه أوضة التغسيل اللي فيها المتوفي. استغرب الناس وقتها، لكن محدش عطى الموضوع أهمية كبيرة. وفي سنة 2011 جت بنت اسمها مريم لأمنية الدجالة لبيتها وطلبت منها إنها تيجي تغسل امها بسرعه بعد ما توفت، فخدت منها العنوان وراحت وراها للبيت. ولما وصلت أمنية البيت المتوفية دخلت للأوضة الموجود فيها الجثة، فلقت بنت المتوفية اللي اسمها مريم وخالتها، فطلبت منهم انهم يخرجوا بره الأوضة ويسيبوها تغسلها لوحدها. لكن مريم قالت لها انا عاوزة احضر عملية تغسيل امها، فردت عليها أمنية ان الموضوع ممكن يكون مخيف ليها لانها لسه صغيرة في السن، ولكن البنت أصرت وقالت إنها مش هتخرج. وهنا هددتهم أمنية إنها هتمشي ومش هتغسل الجثة لو ما خرجوش بره الأوضة، وسابوها تغسلها لوحدها، وأجبروا البنت إنها تخرج. لكن البنت كان عندها شك في حاجة، وهي ليه عاوزاهم كلهم يخرجوا، وهتعمل إيه أمنية الدجالة بجثة أمها. وبعد ما قفلت أمنية الباب راحت البنت وبدأت تراقبها من فتحة صغيرة في الباب عشان تشوف الست ديت بتعمل إيه وهي بتغسل امها. وهنا كانت الصدمة الكبيرة. في البداية شافت مريم ان أمنية خرجت ورقة من تحت هدومها وحطتها في كفن امها المتوفية، لكن مريم ما عرفتش ايه هي الورقة ديت. وفي نفس الوقت نادى حد على مريم عشان محتاجين حاجة، وسابت الباب ومشيت. وبعد شوية خرجت أمنية وطلبت منهم انهم يكفنوا الست المتوفية. ولما دخلت مريم بدأت تدور على الورقة اللي حطتها أمنية في كفن أمها، ولكن ما لقتش أي حاجة. في اليوم اللي بعده مريم كلمت جوزها وعرفته إنها شافت أمنية وهي بتخرج ورقة من هدومها لما كانت بتغسل أمها، فقال لها ممكن تكون الورقة ديت خاصة بتغسيل الميت أو حاجة. وبعد إصرار مريم على إن في حاجة غريبة في الموضوع قال لها جوزها بإنه هيسأل شيخ بيشتغل في تغسيل الأموات. وتاني يوم فعلا راح جوزها وسأل الشيخ على موضوع الورقة اللي في كفن الميت، فاتصدم الشيخ وقال له انه مفيش حاجة زي ديت في عملية تغسيل الميت، وسأله فين شاف الحاجة ديت، فرد عليه جوز مريم وعرفه القصة كلها. استغرب الشيخ وقال له انه هيسأل على الست اللي اسمها أمنية. وبدأ الشيخ يراقب بيت أمنية، فلاحظ ان في حركة كتيرة في بيتها وناس بتدخل وناس بتخرج بطريقة تثير الشك. ولما سأل عن سبب تجميع الناس في بيتها واحد قال له انها بتعالج الناس روحاني. وهنا الشيخ عرف ان أمنية بتشتغل في الدجل والشعوذة، فراح بسرعة للشرطة وبلغ عنها،
وبسرعة راحت الشرطة واقتحمت بيت أمنية. ولما دخلوا للأوضة اللي بتعمل فيها أعمالها من السحر والشعوذة لقوا حاجات وأمور غريبة جدا، حاجات زي عظم البشر وعظم حيوانات وكتب سحر وصور لأشخاص كتير مكتوب عليها كلام فاحش وحتت من قماش ملفوفة. ولما فتحوها شافوا جواها تعويذات. وبعد تحقيق الشرطة معاها اعترفت بأمور مرعبة، وقالت إنها بدأت في ممارسة السحر من 4 سنين، وقالت إن الصور ديت هي صور ضحايا عملت لهم سحر. أما الأوراق اللي شافتها مريم وهي بتخرجها من هدومها لما كانت بتغسل أمها، فعرفتهم إن ده واحد من أقوى أنواع السحر الأسود اللي كانت بتعمله لزباين بيدفعوا لها فلوس كتير. وقالت إنها كانت بتلفها على شكل كورة وبتحطها في الميت. ولما سألتها الشرطة فين كانت بتحط الكرات دي، فكان ردها صادم جدا، وقالت إنها بتحط السحر في بق الجثة وفي أماكن حساسة من جسمها، يعني تقصد فتحة الشرج، وده عشان يكون السحر قوي وبيتدفن مع الميت عشان محدش يقدر يوصل له. وهنا صدر قرار بإخراج آخر جثة قامت بتغسيلها، واتفاجئوا إن موجود 4 كرات سحر ل4 أشخاص مختلفين. وهنا أصدرت المحكمة فورا حكمها بإعدام أمنية المصرية، وتم تنفيذ حكم الإعدام فيها سنة 2011 عشان تكون عبرة لأي حد يفكر يتسبب في أذى لأي حد من البشر وإهانة الميت. وديت كانت حلقتنا النهاردة عن أمنية المصرية الساحرة الدجالة. يا رب الحلقة تكون عجبتكم وأكون قدرت أقدمها بكل تفاصيلها، ويا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة. وشكرا لحضراتكم. المحارب البرنس، شكرا.